مين هو عموته المدير الفني الجديد للنادي الاهلي؟ عموته مش مدرب جديد ولا طالع يجرب نفسه، ده واحد من اكتر المدربين العرب نجاحا اخر 15 سنه. رحلته بدات في المغرب مع اتحاد الخمسينات، نادي عمره ما كان بيحلم ان هو ينافس الكبار، لكنه اخذ الفريق للمركز الثاني في الدوري المغربي وقدر ان هو يأهل الفريق للبطوله الافريقيه، دوري ابطال افريقيا. بعدها راح الفتح الرباطي، وهنا بدات الحكايه الحقيقيه. حقق كاس العرش وقدر يحقق اول بطوله افريقيه للفريق، كاس الكونفدراليه الافريقيه. بقى واحد من اهم المدربين في المغرب، والنجاحات دي خلت نادي السد القطري يراهن عليه. عمته في قطر حصد الدوري القطري وكاس الامير مرتين وكاس السوبر، واثبت ان مدرب يقدر يحصد بطولات مش بس بيلعب كره حلوه. رجع المغرب في 2017 مع الوداد في مهمه صعبه جدا، والنتيجه ايه؟ دوري مغربي ودوري ابطال افريقيا، وبقى اول مدرب مغربي حقق دوري ابطال افريقيا مع الوداد. لكن الانجاز اللي خلى اسمه يتردد في كل الوطن العربي كان مع منتخب الاردن، منتخب ما كانش حد يتوقع ان هو ينافس على البطولات اصلا. عموته قدر ان هو ياخد المنتخب لنهائي كاس اسيا لاول مره في تاريخه، كسب العراق وخرج كوريا الجنوبيه ووصل للمباراه النهائيه. اخر محطاته كانت مع الجزيره الاماراتي، ودلوقتي بقى على رادار الاهلي. السؤال هنا، هل الاهلي محتاج مدرب اوروبي كبير بالاسم ولا محتاج مدرب عربي فاهم المنطقه كويس وعنده شخصيه قويه زي الحسين عموته؟ هل تفتكر عموته يقدر ياخد الاهلي، الفريق المدجج بالنجوم، انه يحصد البطولات مره تانية، ولا هيطلع زيه زي غيره؟ رحلته بدأت في المغرب مع اتحاد الخمسينات،